حال البلد ضاغط خلك تحوم وتلف، حكم الغدر دايما راميك في موقف. حال البلد ضاغط خلك تحوم وتلف، حكم الغدر دايما راميك في موقف. صدقنا قولك يا أخي الزاكي ما تحلف، صدقنا قولك يا أخي الزاكي ما تحلف. مطعم بارك برجر أم درمان، الثورة شارع النص، الحارة 9 جنوب مكتب الكهرباء. بارك برجر، تذوق الجودة. وكالة بيلان هوليداي للسفر والسياحة، الخرطوم، المنشية، جوار رويال كير. بيلان هوليداي، نحن نخطط لوجهتك. أولاد بريما للإسبيرات الكورية، الخرطوم، سباق الخيل غرب مسجد البرهانية. أولاد بريما، وجهتك الأولى للإسبيرات الكورية. سلسلة مطاعم الموناليزا، فروعنا الموناليزا شارع الوادي لفة 30، الموناليزا شارع السيسي، الموناليزا ملوك الكوارع. محمصة آية للبن والتوابل، أم درمان، حي العرب، شرق زريبة البصل. محمصة بن آية، مزاجك في كوباية. ناسا ينسنسك البلة اللي خمك إن شاء الله. مالي يا ناسي، عملت هنا؟ أنا مش مسحت الأوضة دي وفرشتها وأنت متعنقلت في نص السرير؟ بتعمل في شنو أنت؟ ما قلت لي ما تتعمل في نص السرير، جيتك طرف السرير. الزاكي حريقته مسقي، مالي اسوي شنو انا؟ أمرق السوق شوف لك شغل زي الرجال. انا كنت مالك لكن شنو؟ ضربوا لي اصحابي دي، قال لي جايين نهرب معاك الجبنه. أصحابك مع عطالة زيك. لا هم ضاربين لي جايبين لي شغل. نشوف يا الزاكي. كيفك يا نون؟ كويسة يا أبوي. أختك وأخوك وين؟ قاعدين جوا. خلاص تمشي تلبس عشان طالعين مشوار. ماشيين وين؟ ماشيين ليه ماما؟ أخيرا وافقتها؟ بتدور تعرسي مرتك هذا بروسه؟ هذول مرتك شنو؟ قول نسوانك. هو ماخذ مره ثانيه غير سميه؟ هذول معرس واحدة ثانية لكن كنت موت. طيب بتدور تعرس شنو المرفوض؟ أنا لأني زول دقيق زيادة عن اللزوم. الدقيقه اللي ما تلقى له صاج، زول انت نصيح؟ انت العريس ده بتخاف منه ولا بتخاف من مرتك؟ عادي الحديث يا زول، انا الزاكي ودع اللوب اخاف من مره؟ الزاكي هاي انت قايله شنو يا نوسه؟ ما اصلا هو شيل الجبنة دي وبعد أصحابك المعفنين ده نمشي وبتفاهم معاك في كتبك ده. امانه منقبض كذاب. أوه موجي مصطفى ما في كلام. حلوين. هاي ما شربتوا يا بناتكم؟ يلا انقلعوا يلا. ده شنو ده؟ تطردنا من بيتك يا زاكي؟ الليله بنطرد انا ما تطرديتوا. لشنو؟ المرة انا قلت لها جايبين لي شغل، انتوا طلعتوا قاعدين ساكت دللك ساكت. وفي شغل في البلد دي؟ هو شنو؟ وقت ما في شغل قوم انقلعوا يلا. امركم تنفرق سلختكم. والله شافت شاتتنا الطاقة فوق بيت العزاء وما كذب. امانه ما جاكم راجل. كعبة. وجه مصطفى، قوم ألعبوا جوا. بكرة ده كيف يجيبكم لي؟ ما عارفة، هو براو قال لي كده. انت الكبيرة يا نون، وانا داير اتكلم معاك في موضوع. قولي يا أمي. واحد اسمه دبروسة وقال داير يتزوجني. ليش يا أمي؟
كترت من الوحدة يا بنتي. أبوك لا داير يرجعني ولا دايرني أعرس. ونحن ذنبنا شنو يا أمي؟ وأنا أعمل شنو؟ كده اصبري شوية يا أمي. الصبر ده أنا كملت يا بنتي. انت مش قلت جايبين لك شغل؟ الزول الداري شاكلنا قالوا سافر. وانت ذاتك لو ما فارقت اصحابك ديل بسفرك. تسافرين وين؟ بيت العزابة، محل ما لقيتك. تاني ارجع لك غسيل الطشت واكل العدس البايت. خلاص تفارق دبروسة ورينجو. دبروسة ورينجو ديل منو؟ مصطفى انت وامي منون ديل بيقولوا في شنو؟ والله ما عارف. يعني ما في حل يا أمي؟ الحل عند أبوك، لو عايزني أنا بخلي العرس. كده يا أمي خلي الموضوع ده علي أنا. طبعا المرة اللي عايزة تزوجها صاحبك دي أنا بعرفها. عليك الله؟ متزوجة وعندها 3 أطفال. عليك الله؟ وعندها أمل ترجع لزوجها القديم وتربي أطفالها. عليك الله؟ أنت شنو شابكني عليك الله عليك الله؟ مو مصدقني ولا شنو؟ لا أنا ما قصدي كده، أنا قلتها بس عشان أكلم دبروسة. دبروسة ده عارف عندها 3 أطفال؟ دبروسة لا أنا ما بنظم فيك دي. طيب أنت بتضم في شنو؟ كده لما نرجع بحدثك. وقف الموضوع ده دبروسة أخوي. ليش شنو؟ هذا اللي قلته لك ده تقول ليه ليش شنو؟ مستورة دي مطلقة لها 2 وراجلها ده كان دايرها كان رجعها. طالما بيناتهم في جنة يجي اليوم اللي بيرجعوا فيه، ما تبقى السبب هذا دبروسة وتحريمه. ما تكلمني عن الإحساس ده لأن أنا عشته يا زاكي. كيفين؟ أنا أبوي طلق أمي، أبوي مشي عرس وأمي عرست، وأنا بقيت حايم من بيت خالاتي لعماتي. خلاص ما بترضاها لروحك ما تسويها في شوف عليه، خلي بيته يعمل. أبشر يا زاكي. أمانة ما بشر راجل. أزاك يا مسكين زيك كتار ضايعين يوم الفرج راجين والدنيا يوم تنصف. أزاك يا مسكين زيك كتار ضايعين يوم الفرج راجين والدنيا يوم تنصف. أزاك يا خمان